بيلغريني يرفض عرض النصر. مودريتش يرفض التحدث بمستقبله. صفقة انتقال كانتي إلى الاتحاد على وشك الانتهاء. رسمياً، الشباب يعلن رحيل آرون بوبينتزا. كشفت تقارير صحفية موقف المدير الفني لفريق ريال بيتيس مانويل بيلغريني تدريب النصر. وأشار تقرير نشرته صحيفة آز الإسبانية إلى أن بيلغريني رفض عرضا من النصر لتدريب فريقه مقابل 15 مليون يورو في الموسم. وأوضحت الصحيفة ذاتها أن العرض الذي وصل للمدرب من النصر قرابة 4 أضعاف الراتب الذي يحصل عليه مع نادي ريال بيتيس. ويمتلك نادي ريال بيتيس الإسباني عقدا مع بيلغريني حتى عام 2025 بشرط جزائي بحوالي 6 ملايين يورو. ولا يواجه نادي النصر أزمة في دفع هذا الشرط بحسب التقرير ذاته. تحدث اللاعب الكرواتي بصفوف ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش عن مستقبله خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مودريتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بلاده أمام هولندا: سنواجه فريق مهما للغاية ولدينا مباراة هامة أركز عليها. وأتم اللاعب الكرواتي: أركز الآن على تواجدي مع المنتخب، وبالنسبة لمستقبلي مع الريال فقد أعلنته ولا أريد التحدث به مجددا. وارتبط اسم لوكا مودريتش خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن في الانتقالات الصيفية الجارية. بدأ نادي اتحاد جدة وضع اللمسات النهائية على صفقة الدولي الفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي. وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: اتحاد جدة يسعى إلى حسم صفقة نغولو كانتي في غضون 24 ساعة. وتابع: تم التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي، وتم تنفيذ الجزء الأول من الصفقة في انتظار توقيع اللاعب الفرنسي والوكلاء. وأكد فابريزيو: من المقرر إتمام الصفقة مع الجولة الأخيرة من المحادثات اليوم الثلاثاء. ويطمح اتحاد جدة لإبرام صفقات مميزة هذا الصيف من أجل الاستعداد للمشاركة المنتظرة في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية. أعلنت إدارة نادي الشباب رحيل الغابوني آرون سالم بوبينتزا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي سينسيناتي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه في تويتر أن الإدارة وافقت على بيع عقد المحترف الغابوني آرون بوبينتزا، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل حول القيمة المالية للصفقة. وانضم المهاجم الغابوني البالغ من العمر 26 عاما إلى صفوف الفريق الشبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وارتدى قميص الليوث في 17 مباراة من أصل 30 ضمن دوري روشن السعودي، وأحرز 11 هدفا وصنع 3.